السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، ودوت الريكورد رقم 10 لبروجكت سبيشال كيس. البروجكت دوت أنا شغال عليه من 2022، والريكورد دوت متسجل 9/9/2023. في الريكورد دوت كنا ضفنا كام حاجة. أول حاجة إن احنا زودنا كذا مبنى على الماب القديمة بتاعة الزمالك، بتاعة جزيرة الزمالك اللي احنا كنسلناها بعد كده، بس هي ديت ضفنا فيها كذا مبنى. وظبطت شوية حاجات في طلوع السلالم، اهو لو خدتوا بالكوا انها بقت سموز اكتر في الجري والمشي. ما بتحسش ان في ايه فليكرنج او حاجة. وحاجة تانية، لما بتعمل رول بتعمل فورس حوالين الاوبجكتس اللي حواليك، دوت الايه الفورس فيلد. لما تستعمله اللي هو يبقى باور اب. لما تعمل رول زي ما هعمل دلوقتي، هتلاقي كل الاوبجكتس اللي انت خبطت فيها سواء على يمينك او على شمالك هتلاقيها خدت فورس في دايركشن عكس الدايركشن اللي انت ماشي فيه. يعني لو هي يمينك تتزق يمينك، لو هي شمالك تتزق شمالك، وهكذا اهو. لكن في الاول قبل ما اضيف الفيتشر ديت كنت انت بتخبطها بتتخبط بس ما بتتزقش. دي حاجة من الحاجات اللي ضفتها. حاجة تانية ان انا عملت سوبر باور اللي هي الهوفرنج ديت، ان انت بتبقى ناطط بتدوس مسطرة تاني فتلاقي ايه، زي الجرافيتي ما بيأثرش عليك زي الاول. ما بتقعش على طول، لا انت في زي كأن في نار خارجة من ايدك بتبطئ لك الوقوع. حاجة تانية ان انا ظبطت الايه الهايت بتاع النطة بحيث ان هو ما يبقاش عملاق قوي، ولا التايم بتاعه كبير قوي. يعني التايم في الاول كان ممكن تفضل دايس على السبيس 3 أو 5 ثواني، وتفضل في ال3 أو 5 ثواني دول طالع لفوق الهايت، اللي هو الهايت بتاعك عمال يزيد. لكن انا غيرتها مرة خليتها 3 ومرة خليتها 1.5، وهكذا. فانا هنا هي متظبطة شوية، يعني ليك هايت في النطة عالي، بس في نفس الوقت مش عملاق قوي، وفي نفس الوقت مش واطي قوي. وفي نفس الوقت الهايت بتاع النطة ديت هو لايق مع الايه الهايت بتاع المباني. فانت نطتك بالنسبة للمباني مش عالية ومش واطية، حاجة في النص كده. حاجة تانية ظبطتها في الوول راننج، ان انت بقيت السيرفيسز اللي انت اللي بيديتكتها اللي هي السنسورز اللي حوالين الكاركتر، بتقدر تديتكت السيرفيسز حتى لو كانت ابعد شوية. يعني مش لازم تكون لازق في الحيطة عشان يديتكت ان في حيطة ويعمل عليها الوول راننج، لا. ممكن وانت بعيد عن الحيطة شوية تعمل الايه النقطة ديت. في طبعا بج ظهرت وقعدت فترة كبيرة عقبال ما حلتها طبعا بعد الفيديو ده بحبة حلوين. ان انت ساعات بتبقى بتعمل وول راننج عشان تطلع من فوق اوبجكت معين، حلو، وتلاقيك محشور في النص، لا انت عارف تكمل طلوع، ولا انت بتقع لورا، لا انت في النص كده بتحاول تطلع وتفصل، وهكذا. فديت كانت مشكلة في الايه في الفورس اللي انت بتاخدها عشان تقدر تطلع. ان انت كنت بتحتاج تفضل تجري شوية عشان سرعتك تبقى عالية. لكن لو انت نطيت على طول على الحافة بتاعة الحيطة، السرعة بتاعتك تبقى ضعيفة. ديت باور اب تانية بتاعة الايه الجراوند اكسبلوجن. لو انت ايا كان بقى الارتفاع بتاعك بتدوس زد، تقوم نازل على الارض وعامل ايه كأن في انفجار بتاع الفورس فيلد دوت. واحسن حاجة في ديت ان انت سرعتك مش الجرافيتي، ده انت سرعتك مش بتزيد، قصدي يعني بمعدل زيادة الجرافيتي بس، لا ده انت كده كده في مالتيبلاير بيخليك السرعة بتاعتك بتزيد اكتر، ضعف مثلا او حاجة سرعة الجرافيتي اللي موجودة. فانت لو المفروض مثلا توصل للأرض في 10 ثواني، لأ انت بتوصل في 5 مثلا أو 3. ده تقريبا ملعب الأهلي كان هيبقى في اللعبة. لو خدت بالكو طلوع السلالم سموز، ولكن لو بصيت على اللاين اللي خارجة من رجله، لو رجعت وبصيت عليها هتلاقيها ايه، تحس انها عاملة آه تشوش كده، تشويش، طالعة ونازلة في لحظات، مش عاملة ايه كأنها كيرفز مثلا. وديت برضو حاجة تانية اكتشفتها في الأسوار ديت، هو الوول راننج بيعملها ديتكت وكل حاجة،
ولكن الوول راننج في فراغات كبيرة قوي ما بين الأسوار وبعض، فتلاقي ان الوول ران بيفصل كأنه مش لاقي اي اوبجكت عشان يطلع عليه. ودي كان ليها كذا حل، بس حلولها كلها هتبقى مكلفة لو انا استعمل الأسوار ديت في كذا حتة في الماب. فالحل بتاعها هيبقى وجع دماغ يعني من الآخر. هبقى محتاج مثلا لكل سور من دول ابقى عامل موديل تاني لنفس السور دوت، بس كأنه كيوب بس، والكيوب دوت اخفيه ما يبقاش ظاهر. فتلاقيه مثلا لو انا واقف جنب سور ايا كان يعني، فالسور ده شكله مفرغ بس هو مش مفرغ، هو حواليه كيوب مقفول. فلو انا مثلا هضرب رصاص مثلا او فاير بول من ايد الكاركتر وفي فتحة، فهو مش هيعدي من الفتحة دي، هو هيخبط. هنا برضو في سلم كنت بجرب عليه السيستم الجديد بتاع الوول راننج، وكان مش الوول راننج، بتاع الكلايمبنج يعني، بتاع السلالم، وكان كويس. حاجة تانية الكاركتر، المفروض ان انت عشان تنط حلو لازم تكون جراوندد، واقف على الارض يعني، او بتجري وانت على الارض. طب لو انت مش على الارض يعني فوق حافة او حاجة، لا هو بيستنى فترة معينة، تلت ثانية او حاجة، بعد كده يفصل الايه، بعد كده يعني يفصل الايه الديتكشن بتاع الجراوندد، فكده كده هتلاقي نفسك جراوندد. دوت الهوفرنج برضو. طبعا كمية الحاجات اللي حوالين الكاركتر دي كلها سنسورز، انا بس ايه حاطط اوبجكتس فيها عشان ابقى شايف السنسور باصص لفين في اللحظة الفلانية، ما تبقاش مجرد ريز في كل حتة وخلاص. وبس، وده الفيديو. سلام.